العصور الوسطى كانت وقت ديال المرض الطاحن والفقر والفساد الديني. غير شوية ديال الكتوبة المقدسين اللي كانوا موجودين، والأغلبية كانوا باللاتينية مسدود عليهم في الجامعات والأديرة. بقات واحد العافية صغيرة حية في الولدان اللي غير بزز باش نسخوا الكتاب المقدس باليد وشاركوه بعناية مع الناس الآخرين في الرحلات ديال التبشير ديالهم. وخا كانوا الجهود ديال الولدان، دولة الكنيسة كانت مازال هي أقوى قوة سياسية ودينية في أوروبا الغربية. هو اضطهاد ديال المعارضين والهراطقة اللي فرضوا الحقيقة بسرية. نضم لينا وحنا كنكشفوا الحياة البطولية ديال هادوك اللي قادوا هاد الحركة وبدلوا العالم للأبد. هذه هي القصة ديال النور المتحرر. في هذا الوقت المظلم كان واحد الراجل اللي طلع للمنصة اللي غيبشر بالصباح جديد. قام من أطراف إمبراطورية الرومانية المقدسة في دولة إنجلترا. سميتو كان جون وايكليف. ملي كان وايكليف شاب وصل لجامعة أكسفورد باش يقرأ اللاهوت. بالزربة تعترف به كعالم مجتهد ومفكر عميق. ملي كان في أكسفورد في الصيف ديال 1348 ميلادية، الموت الأسود وصل لإنجلترا. مئات الآلاف ديال الناس ماتوا بسبب هذا المرض المدمر. العربات كانت كتنزل للزنقة في الصباح باش تجمع هادوك اللي ماتوا في الليل. وحيت عمروا المقابر ديال الكنيسة بزاف، اللي ترماو في مقابر جماعية وتدفنوا بالزربة. صعيب تلقى شي عائلة اللي ما فقداتش الأحباء ديالها بسبب طاعون. وايكليف كان متأثر بشكل كبير بشنو شاف. ملي كان كيتأمل في الموتى واللي كيحتضروا، بدا هو وبزاف ديال الدول الأوروبية كيشككوا في التقاليد ديال الكنيسة. وكأستاذ في أكسفورد كان قادر يوصل للكتاب المقدس. بدا كيدوز وقت كتر وكتر في القراية ديال الكتاب المقدس، والصفحات ديالو لقى أجوبة وأمل للأسئلة العميقة والمؤلمة اللي كتدور في راسه. ملي كانت الظروف كتدهور في إنجلترا، تجمعوا الرهبان في العروبية ديال إنجلترا كيطلبوا الفلوس والماكلة. وخا الرهبان كان عندهم نظر للفقر والأديرة لا، ولاو أغنياء بزاف. الثقب بين الكنيسة والشعب كان كيكبر. هاد الشيء أثار الغضب ديال وايكليف. ملي قرا الكتاب المقدس بعمق والتعاليم ديال الكنيسة، لقى تناقضات كبيرة. بدا بجرأة كيوعظ ويكتب ضد أي ممارسة ماشي من الكتاب المقدس. شاف باللي التكفير على الذنب والتسامح هما طرق باش يتلاعبوا بالناس باش يتبرعوا بالفلوس. رفض الفكرة ديال الاعتراف بالذنب للكاهن وباللي الإنسان يقدر يغفر الذنوب. على ما جاء في الكتاب المقدس، هاجم بزاف ديال الممارسات الدينية في دولة الكنيسة، منها العزوبة، السلطة ديال الكاهن على الله والقداس، عبادة الأصنام، الحج، تبجيل ديال القديسين، والصلاة على ود الموتى. ملي الكنيسة قالت للملك الإنجليزي باش يخلص الضريبة ديال الكنيسة، وايكليف هضر مع البرلمان بطلاقة باللي طلبات بحال هادو ما كانوش كينساجموا مع الكتاب المقدس. التأثير ديال وايكليف قنع الملك باش يرفض الطلبات المادية ديال البابا، وبهذا الشيء قاس المصدر ديال الفلوس ديال الكنيسة. سخطات حيت التأثير ديالو كبر من ديالهم. الكنيسة دارت واحد الصراع ضده وخرجاتو بالزز من أكسفورد. انسحب اللوترووت ورعاه هاد الجماعة ديال المصلين اللي مورايا. الكنيسة فكرات باللي هاد الشيء غينقص من التأثير ديالو، ولكن كان قريب يحرر أكبر حليف في الإصلاح. وايكليف ترجم الكتاب المقدس من اللاتينية للإنجليزية. كان هاد الشيء معارض لروما مباشرة. دولة الكنيسة كان عندها تاريخ طويل في القمع ديال الكتاب المقدس. 1199 ميلادية، البابا إنوسنت الثالث صرح باللي الكتاب المقدس ما خصوش يكون باللغة العامية ديال الناس، حيث اللي ما تعلمش ما غيقدرش يأولو بشكل صحيح. مجلس تولوز 1229 ميلادية دان أي واحد ترجم ولا عنده الكتاب المقدس. غير شي أعوام قليلة في 1234 ميلادية
مجلس تراخونا قرر هادشي. حتى واحد ما خاصو يكون عنده الكتوبة ديال العهد القديم والجديد باللغة العامية، وإلى أي واحد عنده خاصو يسلمهم للأسقف المحلي في 8 أيام على هذا القرار باش يتحرقوا. وايكليف ماشي غير ترجم الكتاب المقدس للإنجليزية، ولكن درب واحد المجموعة ديال الرعاة الغير الرسميين سميتهم لولاردز. هاد الرجال انتشروا في أوروبا كاملة ووزعوا الآلاف ديال النسخ ديال الكتاب المقدس المكتوب باليد وحتى الكتابات ديال وايكليف. الكنيسة عرضت التعاليم والكتابات ديالو. في حياته وايكليف تحاكم 3 ديال المرات مفرقة، ولكن كان قادر يهرب في كل مرة. في واحد المحاكمة عطى جواب كيزعزع على الإيمان ديالو بالله والكتاب المقدس ككلمة ديال الله، ومن بعد خرج بكل بساطة. اللي اتهموه جلسوا مبهوضين بحال إلا يد الله كانت فوق هذا العالم الذكي كتحميه من قبر الشهيد. كان في هذا الوقت ملي الكنيسة الرومانية تهزات بواحد الفضيحة كبيرة اللي شتتات الانتباه ديالها وحمات وايكليف. 3 ديال الرجال مفرقين قالوا باللي هما البابا الوحيد ديال الكنيسة، وبداو كيحرموا الاخرين في اللي كنسميوه دابا الانقسام الغربي. استنكروا بشكل قوي الخصوم ديالهم وقالوا باللي هما ضد المسيح. وايكليف قال وهو كيهضر على البابا ديال روما والبابا ديال افينيون فرنسا باللي كانوا 2 ديال النصوص ضد المسيح، واللي خلاهم يكونوا الرجل ديال الخطيئة المثالي بيناتهم. شجع الناس باش ما يبقاوش يشوفوا في الإنسان ويشوفوا في الكلمة ديال الله. قال وخا كاينين 100 بابا وكل راهب طلاب كان كاردينال، كانوا يستاهلوا الثقة بقدر اتفاقهم مع الكتاب المقدس. الانقسام الغربي استمر تقريبا 40 عام وتحل أخيرا في المجلس ديال كونستانس. الباباوات ب3 تحيدوا وبابا آخر تنتخب باش ياخد بلاصتهم. ملي الكنيسة كانت كتقاتل الحقيقة ديال الله كانت قادرة تنتشر. ملي بدات كتحيد الغبرة دولة الكنيسة بدات كتركز على ترسيخ حركة الإصلاح. لقاو بزاف ديال الناس في إنجلترا اللي قبلوا التعاليم ديال وايكليف. في الواقع واحد المندوب بابوي تشكى، ما تقدرش تتلاقى مع 2 ديال الناس في الزنقة، ولكن واحد منهم لولارد. حولوا الملكة إنجلترا براسها التعاليم ديال وايكليف وعملات على حمايته. في وحدة من المحاكمات ديالو صيفطات رسالة للمجلس باش تمنعهم يحكموا عليه. كانت أميرة من بوهيميا، ومن خلال التأثير ديالها الكتابات ديال المصلحين انتشرت بشكل كبير في بلادها الأم. وايكليف تسمى بنجم الصباح ديال الإصلاح. قبل ما تشرق الشمس بشوية كان بحال نور مضوي في السماء المظلمة. الصباح بدا كيطلع والنور بدا كينتشر. ملي اللولاردز هزوا الكتاب المقدس في جميع أنحاء أوروبا، الناس اعتنقوا المفاهيم ديال الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ترجم للغة البوهامية، ولكن مع الوقت كان ممنوع. الجهل والخرافات خداو بلاصتو. ولكن الصداع ديال التغيير كيتسمع من بعيد. جيروم واحد الواعظ متحمس وأستاذ من بوهيميا جا لجامعة أوكسفورد في إنجلترا باش يكمل قرايته. ملي كان تما تصادف مع شي كتوبة صغار ديال وايكليف. ملي كان كيقراهم ولا مقتنع باللي هادو كانوا حقيقة. نقلهم وخداهم معاه لبوهيميا وشاركهم مع واحد الأستاذ سميتو جون هوس. هوس كانت تسمى على المدينة اللي جا منها، الحيسينية ولا مدينة الوز. الظرافة ديالو والسلوك المربح خلاوه يكسب الإعجاب ديال صحابه في القسم والأساتذة ديالو حتى هما. تخرج في 1396 ميلادية وتطلب منه باش يكون عضو هيئة التدريس ديال الجامعة ديال براغ. مع مرور السنوات هوس وجيروم ولاو صحاب قراب، شخصياتهم كملوا بعضياتهم. هوس كان مفكر حكيم ومتميز. جيروم كان عنده شغف وكاريزما وكيهضر بشكل قوي. جيروم شجع هوس باش يقرا الكتابات ديال وايكليف اللي جا من انجلترا. هوس تفتن واتفق مع شنو كان كيقرا. لقى باللي التعاليم ديال وايكليف مدعومة في الكتاب المقدس، وآمن باللي الكنيسة غتستافد من هذه المعتقدات اللي تكتشفات عاوتاني في الكتاب المقدس.
في 1402 ميلادية هوس تعين رئيس ديال المصلى ديال بيت لحم في براغ. في هاد الكنيسة هوس وعد سيمانة مرسيمانة، ماشي باللاتينية ولكن باللغة ديال الأعضاء ديالو. الآلاف جاو باش يسمعوا على المخلص اللي بغاهم واهتم بهم شخصيا. من المنبر ديالو ومن القسم ديالو كان واحد النور ساطع وواصل لبراغ وبوهيميا وحولهم للبشارة ديال يسوع المسيح. ولكن المشاكل كانت كتخمر في الجامعة ديال براغ. يوهان هونبر أستاذ مساعد تحدى بشكل قوي 45 نقطة من تعاليم ديال وايكليف، منها باللي كتاب مقدس كان هو الأساس الوحيد ديال السلطة في المعتقد المسيحي. كان مصمم باش يعلن باللي الكتابات ديال وايكليف كهرطقة من طرف دولة الكنيسة. 3 سنين من بعد البابا إنوسنت السابع أمر الأساقفة ديال براغ باش يحبسوا القراية، التعليم والدراسة ديال الكتابات ديال وايكليف. ولكن هوس شاف النور ديال الكتاب المقدس ساطع من الكتابات ديال وايكليف وحس باللي ضروري يكمل المشاركة ديالهم. مع الوقت هوس كان كيبشر المعتقدات المصلوحة. غير قل من 20 عام اللي دازت على الموت ديال وايكليف، السلطات ديال الكنيسة في بوهيميا ناشدات البابا الجديد ألكسندر الخامس. ما كانش عاجبهم الحال على هوس حيث انتقد صكوك الغفران باش يجمعوا الفلوس. اتهم الكنيسة بالتصرف بالأنانية على ود المصلحة وماشي بزاف باش جاوبات روما. 1412 ميلادية هوس وصلته رسالة كتطلب منه يسافر لروما باش يتحاكم على الإيمان ديالو. كان عارف باللي إلا مشى لروما غيكون تعذيب وموت، ماشي مفاجأة إلا ما بغاش يمشي. البابا تعصب من عدم الطاعة ديالو وصدر العقوبة النهائية. هوس تطرد. في عين الكنيسة كان هو دابا محكوم بالحريق في جهنم للأبد. بالنسبة للعقلية ديال القرون الوسطى هادشي كان أكتر حاجة كتخلع أكتر من كل شيء. ولكن العقل ديال هوس تنور بالكلمة ديال الله. كيفاش ممكن شي سلطة بشرية تحكم على شي واحد باش يتحرق في جهنم حيت طاع الأوامر الإلهية؟ الكتاب المقدس كان هو السلطة الوحيدة ديالو، كان كيركع عليه. كمل الوعد ديالو كل سيمانة بلا خوف من الوراق. الآلاف في مدينة براغ تبعوا المثل ديالو وتجمعوا في المصلى باش يسمعوا الكلمة ديال الله لراسهم. ملي الناس ديال بوهيميا قبلوا ونشروا النور المكتشف كانت واحد الاستفاقة ديال المبادئ ديال النعمة والأمل. الولدان كملوا يصيفطوا المبشرين شباب من الوديان ديالهم لوسط أوروبا، واللولاردز من إنجلترا انضموا لهم في نشر النور. روما كانت كتخسر الأرض بالزربة صالح الإصلاح. في واحد المحاولة يائسة باش يحبسوا التقدم ديالها داروا مدينة براغ تحت الحظر. حتى واحد ما قدر يتزوج ويقبل القربان ولا حتى يتدفن في المقبرة ديال الكنيسة حتى يتحيد جون هوس كقسيس في براغ. باش يحمي الناس هوس مشى من المدينة باش يكمل الوعد والكتابة من العروبية. ملي كان غادي بحاله صرح بشكل واضح باللي ما بقاش كيتيق في الملوك المترددين والباباوات العدائيين ولا المجالس اللي ما فعالاش. ناشد مباشرة يسوع المسيح كحاكم ليه والكتاب المقدس كأساس ديال الإيمان ديالو. تجاوز الهيكل والتقاليد ديال كنيسة العصور الوسطى وقال باللي المسيح بوحده الراس ديال الكنيسة وباللي البابا من خلال الجهل وحب الفلوس يقدر يدير بزاف ديال الأخطاء، وباللي باش تتبع الكتاب المقدس حتى إلا طلب البابا شي حاجة أخرى هي تطيع المسيح. بالنسبة للإصلاح البوهيمي هاد الخطوة كانت كبيرة بزاف. بوهيميا كأمة كانت كتقبل سلطة جديدة، الكتاب المقدس. كنيسة الدولة عرفات باللي أي محاولة باش تبزز على هوس يجي لروما غتكون فاشلة. إذا ضغطوا على إمبراطور بوهيميا باش يتعامل مع البدعة. هوس تستدعى لكونستانس ألمانيا باش يجاوب على التهم اللي توجهات له. الإمبراطور سيغموند وعدو بالحماية من اللي يبغي يدوز، والظهور ديالو تقدم كفرصة للحوار ومشاركة النور جديد مع الإمبراطور في المحكمة ديالو. ولكن الحوار ما كانش غيكون.
في السيمانات الاولى القليله في كونستانس هوس خدا الحريه ديالو، ولكن 28 نوفمبر 1414 ميلاديه تعتقل. في الاخر ترمى في الحبس تحت البرج من مورايا، خلاوه يتعفن لشهور في هاد البلاصه الخايبه. الامبراطور سيغموند فكر يحررو، ولكن الممثلين ديال البابا قالوا باللي الاتفاقات مع الزنادقه ماشي ضروريه، وباللي هوس خاصو يتعاقب دابا على الارتداد ديالو. سيغموند تردد وهوس بقى في الحبس. ملي جيروم سمع باللي هوس تشد، مشى بالزربه لعند كونستانس بلا حتى شي ضمان باللي غيدوز بامان. وصل في ابريل ديال العام 1415 ميلاديه كمفاجاه لبزاف، ولكن بالزربه عرف باللي ما كان عنده ما يدير باش يعاون صاحبه. حاول يهرب ويرجع لبوهيميا، ولكن تشد في الطريق ورجعوا لكونستانس وترمى في الحبس. الأعداء ديال هوس بغاوه يتعدم بلا محاكمة، ولكن الأمراء البوهيميين الأقوياء تعهدوا لهوس باش صوتو يتسمع، وسيغموند أخيرا رجع في قراره. في نهار 8 يونيو 1415 ميلادية هوس تستدعى باش يوقف قدام المحكمة. ملي وقف قدام المحكمة هنا في الكنيسة كان صعيب تعرف عليه. من بعد شهور في الحبس المظلم والموسخ كان مريض ضعيف وعيان جسديا وعاطفيا. راجل واحد واقف ضد أقوى السلطات في المملكة، ولكن هذا الراجل وقف مع السلطة ديال الكتاب المقدس. المحاكمة كانت زائفة، 30 مقال اللي تقرا ضده. ملي حاول يجاوب ولا يصحح شي حوايج مختلفين قالوا ليه يبقى ساكت. في الاخر الاختيارات ديالو كانوا هما يتخلى على التعاليم ديالو، المعتقدات ديالو، ولا يموت. هوس احتج على البراءة ديالو ورفض يتخلى على أي حاجة حتى يوريوه بوضوح فين غلط من الكتاب المقدس. ملي حاول يهضر بالجهد ناض الغوات في القاعة باش يسكتوه. هوس في هادشي دار وشاف نيشان في سيغموند. هوس جا حيت سيغموند وعدو باللي غيدوز بأمان، وجه سيغموند ولا حمر، ودار حيت حشم. وهكا هوس تحكم من طرف سلطة الكنيسة نهار 6 يوليوز 1415 ميلادية، وتعطى السلطات الدينية باش يتحرق. وهو عارف باللي قريب يموت، هوس طاح على ركابيه وصلى بالجهد: يا رب يسوع المسيح كنطلبك اغفر لكاع الأعداء ديالي على ود الرحمة العظيمة ديالك. هادي كانت بلاصة مفتوحة، الوتد كانت دار في هاد الحجرة. النقيب ديال الامبراطور سول هوس آخر مرة باش يتراجع. هوس رفض، جاوب: الله هو الشاهد ديالي بالحجة اللي ضدي غالطة. ما عمري فكرت ولا وعدت من غير بالنية ديال الرباح ديال الإنسان. إلا ممكن من ذنوبهم اليوم غنموت بكل فرح. المصير ديالو تحدد. القش والخشب والشعلة تجمعوا على الجسد ديالو، وصفحات من الكتابات ديال وايكليف تقطعوا وتستعملوا باش يشعلوا العافية. وملي كانت العافية كتاكل الجسد ديالو غنى: يا رب رحمني أنا مذنب. كان صوته كيتسمع وهو كيقرأ المزامير حتى سكتاتو العافية. أخيرا راجل ديال الله اللي كانت الرغبة الوحيدة ديالو يعتق الأرواح مشى. ولكن أعداء هوس ما كانوش راضيين، بغاو العقائد ديالو، التعاليم ديالو والذكرى ديالو تدمر. الجلادين خداو الرماد ديالو ولاحوه في واد راين باش يمنعوا الموقع ديال الدفين اللي يقدر يعزز الشهرة ديال المصلح. ولكن الرماد ديالو مشى لسويسرا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، وعلى طول بحر الشمال. أعداء هوس ما عرفوش باللي كيما رمادو وصل الشواطئ البعاد حتى الحقيقة اللي كشف عليها غتنتشر في العالم.
الموت ديال هوس أثر بشكل عميق في جيروم اللي كان مازال كيتعفن في الحبس. كان عانى بشكل كبير، والفكرة ديال الحريق حي خلعاتو بزاف. بالخوف تخلى على المعتقدات ديالو وتعهد باش يتبع العقائد ديال كنيسة الدولة، ولكن المعاناة ديالو كانت مازال ما غتسالي. ترمى عاوتاني في الحبس. ملي كان متكي في الحبس عذبو ضميرو، كيفاش قدر ينكر ربو، كيفاش قدر يمشي ضد التعاليم اللي آمن بها. جاوبوه عاوتاني قدام المجلس وقالوا ليه يتخلى على المعتقدات ديالو بشكل أوضح، ولكن جيروم تبدل. الخوف اللي كان قبل مشى. قال حكمتوا على وايكليف وجون هوس ماشي حيت زعزعوا العقائد ديال الكنيسة، ولكن ببساطة حيت فضحوا الفضائح اللي كتجي من رجال الدين. الغرور ديالهم، الفخر ديالهم، وكاع الخطايا ديال الأساقفة والكهنة، الحوايج اللي أكدوا والحوايج اللي ما فيهاش نقاش كان أكدهم حتى هما. المجلس كان معصب بزاف وحكم عليه بالموت. من بعد عام على الإعدام ديال جون هوس في نهار 30 ماي 1416 ميلادية، جيروم تحرق. ملي وقف تما ويديه مربوطين في العود والعافية كتجمع حدا رجليه ما كانش كيتزعزع. مشى منه الخوف اللي كان فيه. ملي الجلاد جا موراه باش يشعل العافية، جيروم قال أجي وشعلها قدام عينيا. كنت خايف منها ما كنتش غنجي لهاد البلاصة. ملي كانت العافية كتدور به، الكلمات الأخرى ديالو كانوا هاد النفس في العافية كنقدم. الأعداء ديال الإصلاح كانوا كيوجدوا باش يمسحوا الكتاب المقدس والأتباع ديالو. هادوك اللي في بوهيميا وصلتهم أخبار ديال الموت ديال هوس وجيروم بخوف وخلعة. انتشرت شائعات باللي الإمبراطور سيغموند كان كيجمع واحد الجيش كبير باش يتعامل مرة واحدة وللأبد مع هادوك اللي كتسميهم الكنيسة هراطقة. في 1420 ميلادية البابا مارتين الخامس صدر قرار بابوي كيدعي فيه الحملة صليبية ضد الوايكليفيين والهوسيين وكاع الهراطقة الآخرين اللي في بوهيميا. الكنيسة وعدت بالثراء، المغامرة، وضمان دخول الجنة لكاع هادوك اللي تقاتلوا في صفها. الخوف سيطر على قلوب الناس وتسناو من الله يجيب شي مخلص. ما تسناوش بزاف ديال الوقت. الله كان أصلا كيحرك واحد الراجل سميتو جان زيتسكا. كقائد عسكري كاينين شوية ديال الأعداء ديال زيتسكا، ذكي، شجاع، متواضع، وهو في واحد المجموعة نادرة ديال الجنرالات اللي ما عمرهم خسروا شي معركة. ملي سمع بإله شخصي اللي يقدر يغفر الذنوب من خلال الإيمان بيسوع المسيح، قرر باش يعطي حياته ليه. ملي القوى تجمعوا باش يساليو مع الإصلاح في براغ، زيتسكا كان واقف وواجد باش يقود جيوش صغيرة ضد الغوزات. في 30 يونيو 1420 ميلادية، الإمبراطور سيغموند مع أكثر من 80 ألف صليبي وصلوا لحدا السوار ديال براغ. البحر ديال الجنود بحال الضبابة ديال الموت منتشرين في المدينة. المواطنين ديال براغ كانوا مخلوعين، كانوا قل وما كانوش متمرنين على الحرب، وكان عندهم غير شوية ديال الأسلحة. كان كيبان بلي الإصلاح كان غيسالي. المدينة لجأت للرب باش يعاونهم بجدية كبيرة. وشنو وقع من بعد كان مذهل. سيغموند امر النخبه ديال الخياله ديالو باش ياخذوا واحد الموقع ما بعيدش على براغ. 3000 خيال بداو كيتمشاو على طول الواد وداروا طريقهم في اتجاه الموقع اللي كان محروس من طرف 26 راجل، 2 عيالات وولد صغير. توجيهاتهم كانت باش يلوحوا الحجر ويستعملوا العصي باش يخليوا العدو بعيد. بين كانوا غيخسروا مع وحده من العيالات اللي سميتها تلفات في التاريخ، قصدات العدو كتغوت.
حتى مسيحي حقيقي ما غيتراجع قدام المسيح الدجال. هاد الشيء ألهم الآخرين، وهاد المجموعة القليلة ديال الناس كانت قادرة تشد الآلاف حتى يقدر زيتسكا يعبأ التعزيزات ديالو ويجي يعاونهم. ولكن التعزيزات ديالو كانت قليلة في العدد وما واجداش باش تحارب مع النخبة ديال الخيالة، ولكن جاو كيغنيو الترانيم وكيصليو وكيتيقوا في القوة ديال الله باش تنقذهم. ملي قربوا النخبة ديال الخيالة حسوا بواحد الخوف خارق اللي نزل عليهم وهربوا من المجموعة، رماو راسهم من الجرف وغرقوا في الواد لتحت. توجهوا بشكل كامل من طرف المجموعة كتغني ترانيم وكتسبح الله. على مدى 15 عام من الحروب الهوسية، الجنرال زيتسكا قاد الجيش ديالو من فوز لفوز، حتى من بعد ما فقد الشوف في عينيه بجوج كان قادر يتصور الساحة ديال المعركة ويوجه الجنود ديالو على حساب هاد الشيء. القيادة ديالو حمات الإصلاح من الأول. زيتسكا والجيل ديالو في الآخر ماتوا، والحامي القديم تبدل بقائد معتدل اللي واجد باش يتنازل على ود السلام والأمن. الدعوة للاتحاد في الكنيسة تروجات على أساس أنها أهم من اتباع تعاليم ديال الكتاب المقدس. أخيراً دولة الكنيسة استرجعت الحكم والنور تربط بعيد على الناس. وايكليف، هوس وجيروم من الماضي، ولكن الخدمة ديالهم باش يشاركوا الكتاب المقدس مع الناس العاديين زرعات بذور ديال النور. ماشي صايبوا هاد المبادئ ديال الإصلاح، ولكن اكتشفوا هاد المبادئ من اللي قراوا الكتاب المقدس بكل بساطة. من اللي الناس تبعوا النور الله بارك بنور كتر. الكتاب المقدس فيه طريق الغفران والسلام مع الله، كيعلم باللي الخلاص من يسوع المسيح ماشي كنيسة، وباللي راه فابور وشخصي بلا الحاجة الكاهن. هذا قطع في الأساس ديال تسلسل الهرمي الديني. الكنيسة علمات على حياة قصيرة ديال الذنب. الله يقدر يحكم على الشخص يتحرك في جهنم للأبد. هاد الشيء زاد تركيز على الحاجة باش يشريو المغفرة، ولكن خلقات واحد اتساع كبير بين الله والإنسان. ملي هوس وقف قدام المجلس اللي حكم عليه بالموت قال: اليوم غتحرقوا وزة، ولكن من دابا قرن غتكون عندكم بجاعة اللي إما غتشويها ولا غتسلقها. قال لي هادشي كإشارة لراسو كوزة من مدينة الوز، ولكن شار حتى لواحد المصطلح جاي اللي ما غتقدرش الكنيسة تسكتو، اللي المطرقة ديالو غتضرب ضد الباب ديال الكنيسة وغتخلي الإصلاح يتقدم بطريقة متفجرة.